الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. حل رباني وعلاج نهائي بأمر الله من الجاثوم والكوابيس. كثير من الناس تخاف من الذهاب للنوم، تخاف من النوم بسبب الجاثوم، حتى أن الرائي يحكي معاناته. يقول منذ سنوات عديدة عندما كان في مرحلة الثانوية كان يخاف من النوم، إذا جاء وقت النوم يبكي بسبب الجاثوم والكوابيس، رغم أنه كان يقرأ آية الكرسي والمعوذات، ولكن مع ذلك كان يعاني من الجاثوم والكوابيس. لا نقلل من أهمية آية الكرسي أو المعوذات، ولكن لكل داء دواء. يقول صاحب المنام: رأيت كأن الشياطين تطاردني وكنت في مكان مثل الخرابة، وأهرب من الشياطين أقرأ المعوذات فيجدوني، ثم أقرأ آية الكرسي فيجدوني. قرأت: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فمرت لحظات لم يجدوني فيها، ثم بعد ذلك وجدوني وبدأوا يطاردوه مرة أخرى. ذهبت إلى بيت واختبأت فيه وله باب مغلق، حاولت أن أفتح الباب فرأيت رجل يلبس ثياب بيضاء وله لحية ويمسك بمسبحة، وقال لي: هل تريد ألا يلحقوا بك؟ تعال معي. فركبت معه في سيارة، فقال لي: إذا أردت ألا يلحقوا بك فاقرأ سورة ياسين. يقول من بعد هذا المنام يقرأ سورة ياسين فلا تأتيه الكوابيس أو الجاثوم أبدا، والحمد لله رب العالمين. بداية الرؤيا لما قرأ آية من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، مرت لحظات لم يجدوه فيها. كانت الآية تمهيد للعلاج، ثم يأتي العلاج صراحة من الله عز وجل. هذا الرجل يرمز لملك من الملائكة أرسله الله سبحانه وتعالى إليه رحمة منه، والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ بعد الرؤى القصيرة بتعبيراتها. تقول: رأيت كأن ورقة شجر تكلمني، فقالت كلمة رسول، فقلت لها: أنت تكثري من قول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، فكما ترون قالت فعلا تكثر منها بعد كل صلاة وعند النوم وفي أوقات أخرى، وتكثر من الاستماع لفضل هذا الذكر. قلت: هذا هو معنى الرؤيا، الإكثار من قول هذا الذكر والاستماع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بغصن شجرة فنفضه ثلاثا فلم ينتفض، فنفضه فانتفض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وقالت رسول: لأنها تكثر من الاستماع للرسائل والمواعظ في فضل هذا الذكر وتطبقه. علاقة رؤية ورقة الشجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الخطايا بورق الشجر، كأن الله سبحانه وتعالى يخبرها بأن هذا الذكر بإذن الله سبب في تكفير خطاياها، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية ثانية، قالت لي أخت: رأيت كأن حشرات من القرادة التي تمتص الدم تسمى القرادة، كأنها تصعد على قدميها بأعداد كبيرة وكانت صغيرة في الحجم جدا، فأخذت حجر وبدأت تسحق هذه القرادة أو هذه الحشرات، ما عدا واحدة تركتها على قدمها فمصت بعض الدم. قلت لها: ليس لها إلا تعبير واحد، أن هناك أشخاص يأخذون من مالك ولكن بطمع، يعني يطمعون في مالها، فيأخذوا منه بدون مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنت تتخلصي منهم ما عدا شخصية واحدة تتركيها وأنت مضطرة لذلك. قالت: فعلا عندي بيت يؤسس أو فيه عمل وفيه عمال يعملوا وينجزوا مهام في هذا البيت، ورأت منهم هذه الخصال، الله تعالى أعلى وأعلم. مشهد من رؤيا، يعني مشهد ضمن رؤيا ولكن فيه رموز مفيدة. يقول: رأيت كأن طفل ضخم أضخم مني، أضخم من الرأي، وكأنه أعور العين، وكنت أحاول الخروج من بوابة فكان يثنيني عن الخروج ويمدحني، يعني يمدحه ويقول له: لا تخرج، أنت جيد، أنت محترم، ومع ذلك الرائع اعتبره عدو ودفعه بيده وخرج. فقلت له: كنت تكثر من المدح والمجاملات وتبالغ في مجاملة الآخرين؟ فقال: فعلا وما زال. لماذا طرحت السؤال بصيغة الماضي؟ لأنه في الرؤيا اعتبره عدو، يعني يدرك هذا الخطأ ودفعه وخرج، يترك هذه الخصلة. بالفعل بعد تعبير المنام عزم على ترك هذه الخصلة. يقول: طفل أضخم مني، يعني دليل على المبالغة ويدل على تضخيم الكلمات أو تضخيم الأمور والمبالغة فيها. كان أيضا الطفل يمدحه، مبالغة في المدح. وكان أعور العين، العور مما يشين لأن هذه المبالغات أو المبالغة في الإطراء على الناس
أحيانا يؤدي الإنسان إلى أمور غير محمودة أو يدخل في عدم الصدق، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية أخرى يقول صاحب المنام: رأيت زميل لي في المنام كأنه عراف، وله أخ يعني أخوه أيضا عراف، وهذا الزميل أخفى عن أخيه شيء مخافة أنه لا يعمل عليه دجل أو سحر، لا يعمل على هذا الشيء الذي أخفاه دجل أو سحر، وانتهى المنام. هذا الزميل المذكور في الرؤيا سألته عن مهنته فقال أنه طبيب صيدلي، والرأي أيضا طبيب صيدلي، فقلت له: العراف عند العرب قديما هو الطبيب، واختص هذا اللفظ العراف عند العرب بالطبيب المختص في صناعة الأدوية، والصيدلي هو كذلك، والعراف يدل على المهارة في المهنة، ويخفي شيء عن أخيه. الأخ المقصود في الرؤيا هنا هو صاحب المنام رغم أنه زميله، ولكن هو المقصود في المنام. قلت له: يخفي عنك شيء مخافة أن يعمل عليه دجل أو سحر، قلت: مخافة أن تقع مشكلة أو جدال، والسحر لأن الأمر متعلق بالدعاية والإعلان. فقال: فعلا سبحان الله، هذا الزميل أخفى شيء عني، ولكني مع الوقت عرفته، وهذا الشيء بالفعل أخفاه خشية أن تقع مشكلة أو جدال. وأما موضوع السحر أنه متعلق بالدعاية والإعلان، لأن هذا الشيء الذي أخفاه هو متعلق بالبيع أو الإعلان عن ممتلك يخصه. الله سبحانه وتعالى قال: سحروا أعين الناس، بما يطابق عصرنا هو الدعاية والإعلان والبيع والشراء. وأيضا بعض الناس في هذا الزمان تسمي الفئة الإعلامية التي مع الباطل بسحرة فرعون، والله تعالى أعلم. منام أخير تقول صاحبة المنام: رأيت كأن سارق دخل إلى بيتنا، كنت أجلس مع أمي وإخوتي، ولكن لم نخاف من هذا السارق، كأنه شيء عادي. خرجت لأصلي وعدت إلى الغرفة لأرى ماذا حدث مع هذا السارق، فكأنه وضع علب فيها دمى كأنها هدايا للصغار، وانتهى المنام. قلت لها: هذا السارق خاطب يدخل إلى بيتكم ويخطب واحدة منكم. بعد فترة قليلة أخبرتني بالفعل جاء خاطب وخطب أختها الصغرى، لأن السارق يشبه الخاطب الذي يسرق أو يأخذ البنت من بيت أبيها. طبعا السارق له معاني غير محمودة، ولكن في هذا المنام شواهد الرؤيا والهدايا ولا يخافوه يدل على أنه أمر محمود وهو الخاطب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.